دكتور محمد، هناك لك فتوى مثيرة عن عدم جواز خلوة الرجل بابنته، ما حقيقة هذه الفتوى؟ والله يا أخي هذه الفتوى احنا مشكلتنا مع الأسف يعني إما أن تفهم أحيانا فتواك على غير ما هي عليه، أو أن يسمع بعض الفتوى، أو أحيانا يكون ما سمع الفتوى أصلا، أن يكون نقلت إليه. أنا كنت في إحدى القنوات، اتصلت امرأة وسألت، قالت: يا شيخ أنا زوجي عفوا يتحرش بابنتي، وإذا جلس معها في مكان واحد جاء وجلس بجانبها وقال لها مثلا كذا، يعني في نوع من التحرش عفوا، يعني أحيانا يدخل عليها غرفتها فجأة هكذا لعله أن يراها مثلا وهي تبدل ملابسها أو كذا، وأنا أخاف عليها منه ولا أثق أنه يجلس معها إلى آخر. فقلت لها: يا أختي أنا أنصحك ألا يجلس هذا الأب مع ابنته، ألا يخلو مع ابنته وحدهما. هذا الكلام خاص بهذا الرجل، رجل عنده مرض التحرش بابنته، وجلوس البنت معه بوجود الأم خطر، فما بالك لو جلس معها وحده. فقلت لها: لا تسمحي له أن يجلس، دائما خليك عندهم في الصالة، خليك عندهم. إذا جاء النوم مثلا حاولي أن تراقب الوضع، لا تطلعي من البيت وتخلين البنت والأب وحدهما، كوني معهما، خذي البنت معك ونحو ذلك. فجاء يعني كل حالة لها فتوى مستقلة؟ هذه حالة نعم لها فتوى مستقلة لحالتها. جاءت إحدى الصحف وكتب أحد الصحفيين قال: العريفي يقول لا يجوز للأب أن يخلو مع ابنته، يعني معناها أنا ما يجوز أوصل بنتي للجامعة ولا يجوز أوصلها المدرسة، بنتي مرضت ما يجوز أركب يا بنتي ووديها المستشفى، هذه خلوة. هكذا فهم الناس، وهكذا أراد هذا الصحفي للناس أن يفهموا. ثم ثار الناس وقال: العريفي يقول لا يجوز أن تخلو بابنتك، إيش الفتوى هذه، بنتي محرم. فوضحت لهم ذلك. لكن المشكلة إيش؟ المشكلة لما هذا المقال لا يزال يسري وتوضيحك يسري، فمن الناس من قرأ توضيحك دون أن يقرأ المقال، ومنهم من قرأ المقال دون أن يقرأ توضيحك، ومنهم من قرأ الاثنين وعمل معهم نوع من التشابك وفهم. وإلا يعني لا يفتي أحد أنه لا يجوز أن تجلس مع محرمك، الأب مع ابنته، الابن مع أمه، الأخ مع أخته، طيب الرجل مع زوجته، عمته، خالته، ولا إيش فائدة المحرم؟ لكن القضية أن يأتي أحد ويشغب، عليك. وأنا بالمناسبة كتب أحد الصحفيين الأفاضل بعدها قال: يا ابنتي بل سأخلو بك. هو يعني عنده بنت، وكلنا بناتنا غالين عندنا، بس لم يرزق إلا بابنة واحدة من الذرية كلها، ليس عنده إلا بنت واحدة، فهو يعني يحبها حبا شديدا، وكلنا نحب عيالنا وبناتنا، بس لما تصير هي وحدها يصير لها يعني ربما إقبال في القلب أكثر، لأنه ليس موزع على العدد. فاتصلت به قلت: يا أخي هل أنت رأيت فتواي؟ في اليوتيوب اكتب ويطلع لك الفتوى. قال: لا ما رأيتها، إنما قرأت مقالا لأحدهم قبل أسبوعين في كذا، كيف تقول ما أجلس مع بنتي؟ قلت: يا أخي أرجوك سأرسل لك المقطع، فأرسلت له المقطع. اتصل بي بعدها يكاد يبكي محرج، قال: والله يا أخي أنا أعتذر، أنا اغتررت بما قرأت هناك، وإلا كلامك صحيح، هذا الرجل مريض، هذا الرجل أعوذ بالذي كأنه وحش، اللي يعتدي على ابنته ويتحرش بها، هذا المفروض يا شيخ يبلغون عن الشرطة يسجنونه. قلت: لا أنا ما قلت بلغوا الشرطة، أنا أقول للأم عالجي الموضوع بهدوء، لا تخلينه يخلو بها ونحوه. فإحنا مشكلتنا يا أخي أن يأتي بعض الناس لا يرجع إلى الأصل، ما يرجع. الله تعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، تروح تكتب فيه مقال ولا تخطب عنه جمعة ولا تطلع فيه تغريدة، أن تصيبوا قوما بجهالة.